السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واليوم وأنا أتابع مقابلة ما بين ريال مدريد ورايو فايكانو في إطار متابعتي للبطولة الإسبانية بفضل وجود اللاعبين المغربيين الدوليين إلياس أخوماش وإبراهيم دياز. إبراهيم دياز قد قدم مقابلة لنقول متوسطة، ولو أنه كان هو الجزاء التي سجلها فريق ريال مدريد، ولكن انتابتني هذه اللقطة المأسوف الغير مأسوف عليها ما بين اللاعبين أخوماش وإبراهيم دياز، التي يبدو أنها من تداعيات النهائي الإفريقي المشؤوم ما بين المغرب والسنغال، جليا بأن وليد الركراكي ينتظره عمل جبار أيضا في إطار استعادة الأجواء التي كنا نعرفها داخل صفوف المنتخب الوطني المغربي، حيث بات جليا أن الأجواء مشحونة، وكأن إلياس أخوماش في هذه اللقطة أراد أن ينتقم من إبراهيم دياز بفضل تلك الضربة المشؤومة، أقصد ضربة جزاء أو ما يعرف بالبانينكا. ونحن نعلم أن ضربة الجزاء الضائعة هذه أمامها علامات استفهام كثيرة، حيث لا يمكن أن يصدق أي عاقل بأن إبراهيم دياز نفذها بطريقة طبيعية عادية، ولكنها كانت متعمدة إضاعتها بفضل الظروف التي كان عليها الميدان من طرف الجمهور السنغالي الذي كان متأهبا للقيام بأعمال خطيرة داخل الملعب. من هذا المنبر نقول للسيد وليد الركراكي أن يعمل بجدية من أجل إعادة الأجواء الأخوية التي نعرفها داخل المنتخب الوطني، حيث لا يمكننا أبدا أن نقبل بمثل هذه التصرفات والتي لم نرها من قبل. للإشارة، المقابلة انتهت بفوز فريق ريال مدريد على نادي رايو فايكانو بهدفين مقابل هدف واحد، والسلام عليكم.